السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده هنعمل كرواسون الطبلية بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وكفاية ان احنا هنعمله على الطبلية ونعيش في الزمن القديم. شايفين؟ عايزة اوريكم جماله، كرواسون مورق. عايزة اوريكم بس التوريقة عامل ازاي. عايزة اقسمه لكم عشان اوريكم مورق من جوه ازاي. شايفين؟ شايفين هو لسه سخن، مورق جامد وطريقته سهلة جدا، جميل. شايفين؟ عايزة اوريكم بس ان هو مورق ازاي. شايفين منفصل من بعضه ازاي، جميل جدا، هيعجبكم ان شاء الله. سوس تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. يلا بينا نشوف هنعمل ايه على الطبلية. يلا هنقول المقادير واحنا بنعجن. 2 بيضة، 2 بيضة. هي العجينة سهلة خالص، تاخد شوية. صل على محمد. معلقتين لبن بودر، معلقة صغيرة بيكنج بودر، معلقتين سكر، كله كده ببعضه، معلقتين زيت، كيس خميرة، كيس خميرة فورية، فانيليا، السائلة ما كترش منها، نقطة بس كده. 3 كوبايات مية، بس هو كيلو الدقيق بياخد كوبايتين مية، بس برضه على حسب الدقيق، في دقيق بيشرب ودقيق ما بيشربش. أنا جايبة الكوباية التالتة احتياطي، وده كيلو دقيق. أحط أول مج، أحط نص التاني وأشوف. هنعجن بقى كده على طول. في رشة ملح كمان. ومفيش أجمل ولا أريح إنك تعجني وتعملي على الطبلية. تفكرك كده بزمان وأيام زمان الجميلة. الناس كانت بتعمل كل حاجة على الطبلية. الطبلية فعلا مريحة وجميلة، ولا تقولي رخامة ولا ترابيزة ولا أي حاجة. كده أنا حطيت باقي المية وهعجن برضو. الدقيق ده شكله بياخد مية كتير، حط نص مج كمان اشوف لو احتجت تاني. اخلص العجينة واوريكم شكلها. كده العجينة بعد ما خلصتها، شايفين هي؟ بصوا، لازم العجينة تكون بتلزق، لازم تلزق كده في ايدي، لان انا عايزاها بتلزق، عايزاها عجينة سهلة اوي، طرية اوي. كده خدت الكيلو دي، ده خد 3 كوبايات الا ربع مية. وكده خلصتها، بتلزق في ايدي. هركنها ساعة تخمر، واول ما تخمر هوريكم هنعمل ايه. دي شكل العجينة بعد ما خمرت. شايفين؟ هي برضو عجينة ملزقة زي ما انا قلت لكم، جميلة اوي ازاي. هنبتدي بقى نكورها. هنجيب الدقيق وهنفرده هنا كده عشان هنحط العجينة كده، وأقص ايدي على العجينة عشان هي ملزقة. أقص ايدي دقيق مش عجينة عشان هي ملزقة شوية. بس العجينة اللي هي ملزقة أوي دي تبقى طعمها جميل، حاجة بتبقى خرافة. هنعمل كور كده. ادي أول كورة، أقطعها كلها كده، هنحطها في الدقيق كده عشان أعرف أكورها. شايفين الكورة اهي. هعمل كل الكور وأوريكم الشكل. خلصها. أنا خلصتهم كورتهم كلك. الكيلو أنا عملته 10. هغطيها لمدة ساعة ترتاح، دي أهم حاجة الخطوة دي. هنغطيها كده بفوطة مطبخ وهسيبها ساعة ترتاح، وهنفردها بقى مع بعض، هنشوف هنفردها ازاي. دلوقتي العجينة ارتاحت، شايفين تضاعفت ازاي؟ شايفين؟ تعرفوا انها ارتاحت اول ما تضغطي عليها كده ما تطلعش معاكي على طول. كده ما شاء الله العجينة ارتاحت خالص. بعد ساعة هنسيبها، هنفرد. ادي اول واحدة، نفرد بالفرادة بالنشابة، اي حاجة موجودة.
طبعا الطبلية مسهلة عليا كتير قوي. كده كده انا فردتها، واجيب الوش ادهنه زبدة. دي زبدة انا مفككاها بس مش مسيحاها قوي ولا اتحاها، مفككاها كده بسيطة على النار عشان تبقى سهلة معايا. مش هعمل للحروف في النص بس، هدي النص بس كده، مش عايزة اوصل للاطراف قوي. ادي اول كورة واشيلها على صينية واحطها كده، وهعمل واحدة كمان برضو هفردها. خليها في الدقيق كده عشان تفرد معايا على طول. العجينة عشان مرتاحة قوي ما شاء الله، شايفين بتتفرد معانا على طول. اعملها برضو في الدقيق كده عشان تبقى سهلة. وبرضو هدهنها كده، وبرضو احط كله كده، واخلص الكمية كلها واوريكم الباقي اول ما اخلص. كده خلصت الكمية كلها ودهنتها بالزبدة كلها من على طبعا الوش مش هدهنه. هغطيها وادخلها التلاجة لمدة 3 ساعات ونشتغل. وممكن لو عايزين تسيبوها يوم كامل عادي، يعني تقعد كتير. اغطيها كده وادخلها التلاجة 3 ساعات وهنشتغل. العجينة بعد ما يعدي عليها 4 ساعات وقت كامل على حسب، اشيلها بقى احطها في الطبلية، احط الدقيق، افردها كده. بقى العجينة ارتاحت خالص كده مع بعض. وكده اسهل ما كنا نقعد نفرد العجينة اكتر من مرة. الطريقة دي سهلة وبسيطة، ممكن الكل يعملها. افرديها كأنك بتفردي فطيرة. كده فردتها خالص. شايفين جمال الطبلية بقى ومست الطبلية، تفردي وتكبري براحتك. انا عايزة اوريكم بس السمك اهو، سمك لا هي رقيقة قوي ولا هي تخينة قوي، وسط اهو السمك. هنقطعها بقى، هنجيبها كده من النص كده كده، وبعدين نجيب النص ده كده كده، جبناها 4 كده، وبعدين هنقوم جايبين كده كده سهل اهو، مش هتاخد مننا حاجة اهو. هنجيب كده اهو، شايفين بسيطة ازاي وسهلة. نجيب جبنة هنلفها، الطريقة هتبقى سهلة. نحط هنا كمان كده عشان نلف على طول. شايفة الطبلية يا جمال الطبلية، سهلة عليا قوي. متقوليش قد ايه انا بعمل على الطبلية، بتفكرني بأيام زمان. شايفين هشد كده، شدها قوي كده والف. الفكرة يا رب تكون ظهرتكم. والف والف اهو اهو، شايفين اهو. الصاج هدهنه زيت الأول، وبعدين أحط عليه الكمية كلها. هلف بس واحدة قدام أوصلكوا الفكرة، وبعد كده هدهن الصاج. بصوا اهو، ده شكل العجينة بعد ما ارتاحت. هدخلها الفرن قدامكم.